السلام عليكم. الثلاجة فيها مية، قال انا جعان قوي. فيلم برشامة هو الفيلم الأكثر جدلا سنة 2026. أنا حاسس إن هو هيخش ينافسه آخر السنة فيلم أسد لما يتعرض لأغلب الجمهور. إن كان في الأول أغلب الناس اللي اتفرجت على الفيلم برشامة قالوا إن الفيلم فيه كوميديا عالية جدا وما شفناش فيلم بالكوميديا دي قبل كده، وإن هو بيرجع لكوميديا تاني. بعد كده نفس الناس ابتدت تتقلب على الفيلم وقالوا لا، إن الفيلم الكوميديا بتاعته وحشة وما بيضحكش وفيه إساءات للدين أو فيه غلط في الدين كتير. فالنهارده هنتكلم عن فيلم برشامة. هل ان هو هرتل في الدين جامد ولا هو كان بيوصف ناس فسدة اصلا في الفيلم، ووجهات نظر الناس اللي دافعت عن الفيلم والناس اللي هاجمت الفيلم حاليا، وازاي الناس كلها او اغلب الناس لما اتفرجت على فيلم برشامة في السينمات ما خدتش بالها من كل الافيهات اللي على الدين دي. فهنتكلم على كل الحوارات اللي تخص الفيلم ده النهارده، ويا ريت الناس اللي لسه ما اشتركتش في القناة تشترك. وانا عارف ان انا جاي متاخر، ممكن اكون اخر واحد اتكلمت على الفيلم، بس انا اخر مرة اصلا صورت كانت قبل العيد بيومين ثلاثة. ولكن قبل ما نخش في الافيهات الكارثيه اللي كانت في فيلم برشامه، محتاجين نفتكر 3 4 مشاهد كده حصلوا في افلام من 10 و15 سنه. واول مشهد معانا انا خدت بالي منه بالصدفه وانا بحضر الحلقه بتاعه السبكي، ان كان في مشهد في حصل خير ما بين محمود الليثي وسعد الصغير، من المشاهد اللي محمود الليثي كان بياخد فيها على قفاه، لقيته غنى القران وفي الاخر سعد الصغير ضربه على قفاه. كلام ربنا العزيز وجنة الخلد يدخلها من الناس القاسمين الغيظ والعافين عن الناس. فانتوا متخيلين الكارثه اللي في المشهد ده اصلا، مع ان انا شفت الفيلم ده 3 4 مرات، لكن كنت اول مره اخد بالي من الكلام اللي هم بيقولوه. ان انت في المشهد ده ما شفتش ممثلين بيهزروا على الدين مثلا من بعيد بيرموا افيهات فيها شكل، لكن انت قدامك واحد بيغني القران الكريم وكمان التاني بيضربه على قفاه اول ما خلص. فالاتنين دول سعد الصغير ومحمود الليثي كانت اقل حاجه بعد الفيلم ده ان هم يتحبسوا. تاني مشهد معانا هو كان في فيلم الشيخ جاكسون لاحمد الفيشاوي، والفيلم ده كان فيه مشهد المفروض احمد الفيشاوي طالع شيخ وبيصلي بالناس، ولكن هو عنده اضطرابات نفسيه وتهيؤات، فبيتخيل ان مايكل جاكسون بيدخل عليه المسجد وبيقعد يرقص في المسجد والناس بتصلي. هو طبعا المشهد ده ما اتصورش في مسجد حقيقي، ولكن انت ليه تدخل الموضوعين في بعض؟ ما انت كان ممكن يجيبوا ان هو الشخص ده بيجيله تهيؤات بس هو بيصلي مثلا عادي في البيت، او التهيؤات والهلوسه دي بتجيله هو بيتعامل في الحياه، مش لازم في المسجد، او ان هو لازم نعمل مشهد رقص في المسجد. بس عشان الفيلم ده ما وصلش الناس كتير قوي، او ان هو ما بيتعرضش على التلفزيون او بيتعلن عليه في المنصات كتير، فالناس ما ركزتش معاه. وبعد الفيلم ده على فكره بقت بتظهر حالات في مصر لشباب بتخش المسجد انها تصور فيديوهات. قبل بقى التيك توك كان فيلم ميوزيكلي ان حد وهو الناس بتصلي يقوم داخل راقص وراهم. الفيلم ممكن ما يكونش هو اللي شجع العيال دي تخش ترقص في المسجد والناس بتصلي، ولكن الفتره دي في مصر كان في مشاكل كتيره جدا في الحته دي. ثالث مشهد والاخير معانا كان في فيلم صياد اليمام، وده كان بطوله اشرف عبد الباقي، والفيلم ده نزل 2009. وكان فيه مشهد من اوسخ المشاهد اللي انا شفتها في السينما المصريه، اللي كان المفروض في المشهد راجل ومراته بيتصوروا في بيتهم وجايبين مصور اسمه جورج بيصورهم، وموجود على الحيطه بس برواز عليه اسم سيدنا محمد ومصليه. فجاء المصور بكل سلكان نيه قال لهم الحيطه وسخه امسحوها. الحيطه كده وسخه قوي. قام الراجل زي اللهطل رايح جاب فوطه على اساس ان هو بيمسح الحيطه الوسخه، فقام جورج ده قال لهم لا، الحيطه لسه وسخه. لسه برضه الحيطه وسخه، هات لنا ملايه بيضاء. فقاموا جايبين ملايه مغطين بيها البرواز اللي عليه اسم سيدنا محمد، فقال لهم والله الحيطه دلوقتي بقت زي الفل، ناخد الصوره بقى. فما كانش فيه اوسخ من المشهد ده، والقائمين عليه ان هو المشهد واضح ان هو اهانه لسيدنا محمد، ولكن برضو المشهد ده عدى عشان الفيلم ما بيتعرضش كتير. ونيجي بقى الفيلم برشامه اللي كان فيه 7 افيهات على الدين. هما في الفيلم ما يعدوش 5 6 دقايق، ولكن ان كان فيه حاجات كارثيه جدا او تقيله ان انت تسمعها على ودانك هتحس ان الممثلين دول بيعملوا كارثه. ولكن انت طبعا لو قارنت فيلم برشامه بالمشاهد اللي احنا لسه متكلمين عليها دي مش هيجي جنبهم حاجه. ومن الافيهات او المشاهد الكارثيه المشهد بتاع هشام ماجد وعرفه عبد الرسول لما قال لها انت لو كنت موجوده ايام الكفار كان هينزلك صوره في القران زي ابو لهب. وبرده الجمله دي كارثيه، انا مش عارف اللي كتبها ازاي. والمشهد برده ما بين عرفه عبد الرسول وحاتم صلاح لما قال لها ان الجنه لو تحت اقدام الامهات بالمنظر ده انا اخش النار. وبرده المشهد ده مشكلته نفس مشكله المشهد الاولاني، ان الكلام ده
كله ما ينفعش يتكتب او ما ينفعش يتصاغ ان هو احنا هنهزر فيه. في مشاهد تانية بقى او افيهات الناس اتضايقت منها، انا شايف ان هي لو الصيغه بتاعتها معموله صح او المشهد مكتوب صح مش هيبقى فيه اي مشاكل، عشان فعلا بتبقى فيه ناس بالعقليات دي. زي مشهد هشام ماجد وحاتم صلاح لما قال له خلينا نعمل الصح عشان ربنا يسترها معانا، قال له لا ما انا بعمل الغلط وربنا بيسترها معايا برضه، وهو ده التحدي. المشهد لحد هنا كارثي، ان هم دلوقتي بيرموا لك ان احنا ايه اهم حاجه الهزار وخلاص. ولكن لو كان في رد من هشام ماجد او ان هو بيحاول يوصل المعلومه للناس اللي بالعقليات دي، وفي ناس كتيره بالعقليات دي موجوده في مصر، كنت هتفق جدا مع المشهد ده. ولكن هم مش جايين ينصحوا او جايين ان هم يدوا رساله في النص، هم جايين هدفهم الضحك والهزار وخلاص، فهم هيهزروا على اي حاجه وكل حاجه. نفس الكلام بقى بيتكرر في كل الافيهات اللي عليها المشاكل ما بين ابطال الفيلم وهشام ماجد، ان هو هيقول لهم الغش حرام وهتتحرقوا، فمصطفى غريب يقول له لا انا غشيت قبل كده وما اتحرقتش. او برضه المشهد اللي قعدوا يتكلموا فيه عن التوبه، لما مصطفى غريب قال لهشام ماجد ان احنا نغش دلوقتي او ان احنا نغلط بعد كده نتوب وربنا هيتقبل مننا. برضه الكلام فيه كميه هرتله وقله ادب ما حصلتش. وانا زي ما قلت لكم ان انا ممكن ابقى متفق مع المشهد ده او ان انا اتفهم لو هم جابوا ناس بتقول كده فعلا بجد، ولكن جابوا التصحيح بتاعه في نفس اللحظه. ان فعلا زي ما قلت لكم في مصر في عقليات كتير قوي كده، في ناس بتبقى فاكره النصب نصاحه واللي بيتنصب عليه ده هو اصلا غبي، وناس كتيره جدا. انا مش بتكلمكم مثلا عن مثلا 1/10% او 1%، لا في نسبه كبيره جدا كده. او برضو الستات او الرجاله الكبيره اللي بيبقوا حاسين ان هم واخدين حصانه عشان سنهم كبير وممكن يفتوا ويهرتلوا في اي حاجه. ففي ناس بقى لما وصل لها الهرتله بتاعت ال7 8 مشاهد دول قال لك لا اصل هو الفيلم دمه تقيل وان هم بيهاجموه عشان دمه تقيل. فانت برضو بتروح لنقطه هيبقى فيها خلاف، ممكن الناس تسيب لك المشاهد دي ويبتدوا بقى يناقشوك ان هو هل الفيلم دمه خفيف او دمه تقيل. انت بقى في ناس اللي هي عايزه تهاجم الفيلم عشان المشاهد دي، فهي بتروح في حته غريبه اصلا. زي مثلا فيلم اسد لما انا اتكلمت عنه، لو انا قلت في الاول ان هو الفيلم مش عاجبني الناس هتسيب الكوارث التاريخيه وقعدوا يقولوا لا اصل هو الاكشن والتصوير حلو، وانا اقول لهم لا اصل هو وحش، وكنا نقعد نتخانق خناقه ملهاش لازمه. نفس الكلام الفيلم هو نجح عشان هو عجب ناس كتير وكان دمه خفيف عند اغلب الناس، وانا لما اتفرجت عليه لاول مره ضحكت عليه وما خدتش بالي من اغلب المشاهد دي. انا بكلمكم بصراحه، انا كان في مشهدين 3 اللي هم بتوع عارف عبد الرسول اللي هي كنت كل لما بتتكلم بحس ان هي بتقول مصيبه، ولكن انت عشان لما بتتفرج على الفيلم في السينما او لاول مره ما بتاخدش بالك من حاجات كتير غير لو انت قاعد مركز مع الفيلم ده في البيت. وفي ناس برضو دول شفتهم في مجتمع الفيسبوك، والمجتمع ده غريب جدا، قاعد يقول لك انتصرنا والمقاطعه بتاعتنا انتصرت والفيلم اتشال من السينمات، والفيلم اصلا نازل بقاله 4 5 شهور من بعد رمضان من العيد الصغير موجود في السينمات، فهو اتشال من السينمات مش عشان الناس قطعت او الناس هاجمته او كل الكلام ده، هو ده خلاص كان وقته المفروض يتشال من اغلب القاعات عشان الافلام الجديده هتنزل مكانه. واحنا اصلا في حته المقاطعه دي مش قد كده، فحتى لو انا ضد الفيلم وانت ضد الفيلم وناس تانية ضد الفيلم، في ناس مختلفه عننا هتنزل تتفرج على الفيلم عادي. ممكن بقى الفيلم بدل ما هو جاب 200 مليون ولا 220 مليون يجيب 100 مليون او 150 مليون، خسر شويه، ولكن هتلاقي في ناس كتيره راحت اتفرجت على الفيلم. ولحد دلوقتي صناع فيلم برشامه ملتزمين الصمت، من اول المخرج والمؤلف خالد دياب وشيرين دياب لحد ابطال العمل هشام ماجد وريهام عبد الغفور ومصطفى غريب وحاتم صلاح، وهم اتبعوا نظام اعمل نفسك ميت لحد لما الناس تنسى وخلاص، ان هم لو حاولوا دلوقتي يردوا باي حاجه الناس هتبتدي تهاجمهم اكتر. فحل مشكله التطاول على الدين اللي كانت في فيلم برشامه وفيلم حصل خير وفيلم الشيخ جاكسون، ان هي بنسبه كبيره مش هتيجي من الجمهور. انا ممكن اقول انا هقاطع الفيلم، وساره هتقول انا هقاطع الفيلم، وايمن هيقول انا هقاطع الفيلم، ولكن احنا ما حلناش حاجه، هي الاهانه للدين كده كده لسه موجوده. فالحل الفعلي للهرتله دي، وانا باكد لكم ان 100% الكلام اللي انا هقوله ده مش هيحصل بس انا هقوله وخلاص، ان لازم يبقى في مندوب من الازهر او من الاوقاف يبقى هو مسؤول ان هو بيتفرج على الفيلم يراجعه لو في اي هرتله او في تطاول على الدين، سواء بقى ان هو يقول لهم امسحوها عدلوها اعملوا اي حاجه وخلاص. لكن انا زي ما قلت لكم قبل كده، والكلام ده انا قلته من زمان قوي من 9 شهور او سنه، قلت هو تقريبا الازهر حاسس ان ايه التمثيل والافلام كلها حرام، فهم مكبرين بقى، سواء ان هم يهينوا الدين يهينوا الشيوخ يعملوا اي حاجه، هم مش متابعين ومكبرين دماغهم، مع ان دي كارثه. ان احنا لو عملنا اصلا، وانا بحيي المسيحيين عليها والكنيسه، ان هو من بعد فيلم بحب السيما لما هم نفخوا المسيحيين في الفيلم ده، وكنت عامل فيديو عن الموضوع ده قبل كده، قلت لهم والله فكوكم مننا، احنا ولا عايزينكم تطلعونا حلوين ولا وحشين ولا تجيبوا مشاكلنا ولا تتكلموا علينا، كبروا مننا خالص ونسونا، عيشوا مع نفسكم وخلاص. وفعلا من بعد فيلم بحب السيما اللي هو كان من مش عارف من 20 سنه ولا من 18 سنه، ان الفيلم ده من بعدها المسيحي في السينما او في الافلام بيطلع في حاجات بسيطه جدا، مش ان هو بيبقى العنصر الرئيسي في اي فيلم. لكن ان انا اتكلم وغيري يتكلم ان
الفيلم ده فيه مشاهد كارثيه المفروض تتحذف، وهي كده كده مش هتاثر على الفيلم قوي، احنا بالنسبه لهم لا شيء، مش هنفرق معاهم قوي في حاجه طالما هم ضامنين 60% من الجمهور او من جمهور السينما بالتحديد. عشان ممكن اصلا حد ما بيخش السينمات يقول لك انا هقاطع السينما، ما انت اصلا يا عم الحاج ما بتروحش سينمات، انت مش هتفرق معاهم في حاجه، او في الجمهور اللي هو فعال بيروح السينمات على الاقل مرتين 3 في السنه. وعلى فكره ان تبقى في مراجعه من جهه مختصه معينه، انا مش بتكلم على الدين بس، احنا برضو الافلام اللي بتصنف تاريخيه لازم يبقى حد برضو مسؤول بقى من الاثار، من وزاره الثقافه، من اي وزاره يبقى مسؤول عن الاحداث التاريخيه دي يراجعها. زي برضو المشكله اللي كانت في فيلم اسد، والمخرج وبعد كده قال لك والله كان الاول بيقول لك فيلم خيالي، بعد كده قال لك اصل هو كان فيلم تاريخي، وانا قريت كتاب بيتكلم عن الفتره دي. مع ان في مسلسلات وفي افلام قبل كده اتمنعت بعد ما صار منها اجزاء كتير قوي، زي مسلسل احمس مثلا لعمرو يوسف، اتمنع في نص بعد ما صور 10 حلقات ولا 8 حلقات، قال لك والله اصل هو بيهرتل في التاريخ. طب ده ما بيهرتلش في التاريخ، فاحنا بقينا مش فاهمين اي حاجه في اي حاجه نهائي، احنا بقينا بنتعايش كده مع اللي بيحصل ده وخلاص. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، واعذروني ان انا جاي متاخر واخر واحد اتكلمت عن فيلم برشامه، بس يا رب اكون ضفت او قلت حاجه مختلفه عن اللي الناس قالوه. ان انا اصلا اخر مره حطيت الموبايل قدامي وقعدت اصور كان قبل العيد بيومين 3 لما صورت الفيديو بتاع السبكي والفيديو اللي بعده، والاثنين كانوا في نفس اليوم، وما كنت شايف قدامي اصلا وانا بصور وانا بمنتج ان انا كنت تعبان ومش نايم وفي حوارات كتيره جدا. بس انت عشان الفيديو نزل لك على فترتين ان انت حاسس ان الفيديوهات دي قريبه عشان اتاخرت في المونتاج، فحاسين ان انا ما غبتش كتير، ولكن ان شاء الله الفتره الجايه هنرجع ننتظم تاني. وبس كده، يا رب ما اكونش طولت عليكم في الاخر، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير الفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش.